السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في قناة يلا كورة. أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقنوات اون تايم سبورت يثور غضبا ضد حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد عدم احتساب قرارات صحيحة للنادي الأهلي، وبعد مجموعة قرارات فاضحة ضد النادي الأهلي في مباراة اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز. تصريحات مهمة جدا من أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقنوات اون تايم سبورت ضد حكم مباراة اليوم. لازم كأهلاوي تكون عارف عنها كل صغيرة وكبيرة، عشان كده لازم تتابع الفيديو للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل. ولكن قبل ما نبدأ اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقنوات اون تايم سبورت يثور غضبا ضد حكم مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري بعد عدم احتساب قرارات صحيحة للنادي الأهلي، وبعد مجموعة قرارات فاضحة ضد النادي الأهلي في مباراة اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز. وصرح أحمد الشناوي قائلا: حكم المباراة كان جيدا في بعض القرارات ولكن سيء للغاية في بعض القرارات ضد النادي الأهلي. قرارات حكم المباراة وخصوصا في الشوط الأول كانت غريبة للغاية وغير مبررة ضد النادي الأهلي. هناك خطأ في منطقة الجزاء ضد أحد لاعبي النادي الأهلي تم احتسابه في مبارياته سابقا كضربة جزاء ولم يحتسبها للنادي الأهلي اليوم. الحكم قرر عدم احتساب قرارات صحيحة للنادي الأهلي، وكان الحكم يتحامل ضد النادي الأهلي في كثير من القرارات بشكل غير مبرر. يوجد سياسة متضاربة في التحكيم المصري، بعض القرارات تحتسب في مباريات ولم تحتسب في مباريات أخرى. لازم السياسة دي تتغير وتدي لكل واحد حقه في المباراة. اللاعب الذي يرتكب مخالفة يتحملها. طالما لاعب ارتكب خطأ فيه ضربة جزاء بيبقى لازم يتم احتساب ضربة جزاء. اليوم حكم المباراة في أكثر من كرة ومخالفة كانت تستدعى التدخل، ولكن تأخير غير مبرر في عدم احتساب الخطأ ضد لاعبي الاتحاد. لازم يكون في ثقافة قوة الشخصية لدى التحكيم المصري، يتم تطبيق القانون على جميع المخالفين. وفي النهاية سؤال ليك كمشجع أهلاوي، ايه رأيك في تصريحات أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقنوات اون تايم سبورت بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز؟ لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة يلا كورة.